السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. رجعت لكم فيديو جديد مع محمد عبد الله. يا ريت قبل ما نبدا فيديو النهارده تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اذا النادي الاهلي يخرج من ملعب مازيمبي باقل الخسائر. المباراه اللي يا بخت الاعمى ما شافهاش وما شافش جوده التصوير. جوده التصوير اللي كانت اشبه انك بتصور بحته صفيحه، يعني للاسف ملعب اشبه لبغايه البطاطس، وتصوير سيء جدا. يعني لو انت بتصور بكاميرا التليفون كانت الجوده هتبقى احسن من كده. والكاميرا مان يعني تحس الراجل ان هو يعني كان مطبق وجاي الماتش بينام كل 5 دقايق على الكاميرا. يعني الراجل الكره بتتلعب من الناحيه اليمين، يعني بتتنقل من ملعب من نص ملعب مازيمبي لنص ملعب النادي الاهلي. الراجل بياخد باله بعدها بساعه، يعني مثلا بيغير الاتجاه بعدها بساعه. يعني للاسف يعني مثلا لو الكوره راحت عكس اتجاه الكاميرا ما بتشوفش مين اللي هناك ولا مين اللي بيلعب، مين اللي معاه الكوره. يعني انت معتمد على تعليق المعلق. يعني انت لو بتسمعها من الراديو كان احسن لك ما تنقق عينك، بتحاول تشوف الكوره مع مين ولا مين بيعمل ايه ولا مين بيلعب ايه. يعني 100 مليون عايزين بعد المباراه دي والجوده السيئه دي يطلعوا على عياده دكتور عيون يكشف له نظر. لكن الحمد لله النادي الاهلي بيخرج باقل الخسائر بنتيجه 0-0، نتيجه حلوه جدا. ولكن انا يعني للاسف كنت طمعان في نتيجه اكبر من كده، 1-0 او 2-0. والنادي الاهلي كان يقدر في فرصتين خطيرتين، يعني فرصه في الشوط الاول عن طريق وسام ابو علي. للاسف مش عارف هل لان الراجل اول مره يلعب في الاجواء دي فمش متعود على الاجواء فمش مركز ولا ايه. يعني كوره بتلعب له عرضيه بتيجي على راسه بالمقاس لكن بيطلعها بره جنب العارضه. والكوره بتاعت الشوط الثاني كوره طاهر محمد طاهر للاسف. يعني انا مش عارف، يعني انا عايز اقول لكم حاجه، يعني بعيد عن اي حاجه، بعيد عن المباراه وبعيد عن اي حاجه. طاهر محمد طاهر لعيب بالكواليتي والجوده والامكانيات وكل الحاجات الحلوه اللي فيه، يعني يلعب في ليفل تاني، مستوى تاني يعني غير النادي الاهلي. يعني يا ريت والله لو انبي ولا اي حد من الانديه دي يبعت له عرض، او بيراميدز يخطفه، او يا سيدي الزمالك يخطفه. يعني هنبقى شاكرين لكم فضلا، يعني تخطفوا لعيب من عندنا يا ريت والله. يعني لعيب للاسف، يعني عايز اقول لك ان هو لا بيؤدي هجوميا ولا بيعرف يدير كوره ولا بيعرف يفنش. يعني مثله الوحيده ان هو اسمه بيترمي من اليمين للشمال والشمال لليمين عادي، بيترمي اليمتين. مش هنتوقف كتير عند موضوع طاهر. بالنسبه للتشكيل شايفه كان تشكيل مقنع جدا. تشكيل الراجل ما تفزلكش، رجع لعقله تاني، ما بقاش ينزل بالتشكيلات اللي هو بيرقع وبعدين ينزل باللعيبه الكويسه اللي عنده من على الدكه. لا الراجل بادئ بتشكيله كويسه جدا، مصطفى شوبير ومحمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق وكوكا وعمرو السوليه. الحاجه الوحيده اللي كنت اتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت وقلت يا ريت ان هو ما يعملهاش، للاسف عملها. كنت اتكلمت الحلقه اللي فاتت ان هو هيبدا بطاهر ورضا سليم، وقلت يا ريت يعني هو ما يلعبش رضا سليم على الجناح اليمين وطاهر على الجناح الشمال. وللاسف الراجل خالف توقعاته وما لعبش طاهر، لعب على القادر بس على الجبهه الشمال برضه، ساب رضا سليم على الجبهه اليمين وبدا بوسام ابو علي. يعني ده تعقيبي الوحيد على موضوع احمد عبد القادر ورضا سليم. يعني رضا سليم للاسف كل مره بيلعب على الجبهه اليمين ما بنشوفش رضا سليم اللي احنا عارفينه او الامكانيات اللي عند رضا سليم الراجل ما بيقدرش يستغلها. لكن يعني وبرضه احمد عبد القادر الراجل بعيد عن الملاعب بقاله كتير، فلسه ما رجعش الفورمه بتاعته بتاع احمد عبد القادر اللي احنا عارفينها كمهارات وفنيات. طبعا وسام ابو علي اول مره يلعب في الاجواء اللي هي الافريقيه، طبعا بالحراره والرطوبه وما الى ذلك. طبعا على الناحيه الثانيه رضا سليم الراجل زي ما قلت لكم ما بيلعبش في مركزه مش على عدته فما اداش كويس.
بالنسبه لنص الملعب اكرم توفيق وكوكا الاثنين لحد ما اتصابوا كانوا بيلعبوا كويس جدا. عمرو السوليه طبعا ما تستناش منه الحاجه الكتيره جدا بسبب عامل السن والاجواء طبعا بتاثر. بالنسبه لمحمد هاني كان عامل ماتش حلو جدا، عمل كام بلوك في مناطق خطيره جدا. مصطفى شوبير 10 على 10، محمد عبد المنعم وعلي معلول كانوا كويسين جدا. الدفاع كان طاقم الدفاع كله على بعضه كان عامل جيم دفاعي كويس جدا. بالنسبه لمارسيل كولر يعني 8 من 10 بسبب موضوع طبعا رضا سليم وعبد القادر خالف الوينجين مع بعض. طبعا راجل تغييراته للاسف يعني حصل كام اصابه. كوكا يعني بيجري في الملعب لوحده تقريبا، ده شد ما نعرفش اسمه الكلام اللي طال لحد دلوقتي ان هو جاله شد عضلي فالراجل طلع. بالنسبه لاكرم توفيق الراجل خط خبطه يعني وقع مره وقام ورجع اتخبط تاني في الالتحام كده مع واحد من لعيبه مازيمبي. الراجل ربط دماغه طبعا ما كملش المباراه ونزل محمود متولي اللي يعني شبهه كتير جدا في الوظائف والامكانيات، بيلعب ديفندر بيرجع على قلب دفاع ثالث. الراجل نفس الوظائف ونفس المهمات بتاع اكرم توفيق. طبعا شفنا مشاركه طاهر وكهربا وقفشه، طبعا يعني ما ضافوش كتير غير كهربا عمل اسيست لطاهر. للاسف طاهر كان بيعمر قدام الجون لحد ما المدافع جه عمل بلوك قدامه والكره طلعت. يعني مش عارف طاهر كان مستني يخش بالكوره الجون ولا ايه، مش عارف يعني للاسف. موضوع طبعا ما ننساش موضوع الهدف خارج الدار ده كان هيفرق معايا كتير. يعني انت لو كنت جبت هدف واحد على الاقل كنت هتروح ماتش العوده 2-0. يعني اللي هو للاسف انت لو ما نزلتش بتشكيله كويسه او اللعيبه المصابه ما رجعتش ولعبت بتشكيله مغايره غير دي على استاد القاهره ولبست جون كانك مهزوم 2-0. موضوع للاسف يا ريت اللي يعني مستمر في افريقيا، بس يعني موضوع ده ملغي في اوروبا من بقاله كتير قوي. يا ريت يتلف في افريقيا عشان يبقى الكل متساوي. لعبت بره ملعبك زي جوه ملعبك ما يبقاش، لان طبعا ده بيدي افضليه للانديه الافريقيه زي مازيمبي وغيره الملاعب سيئه وحراره ورطوبه ولا الى ذلك. طبعا بيبقوا متعودين على الكلام ده، لكن الفرق الثانيه ما تبقاش متعوده على ده فده بيدي لهم افضليه. او بعد كده النادي الاهلي مثلا يقدم طلب للكاف يستضيف المباراتين عنده تبقى افضل للنادي الاهلي. بس ده اللي كان معانا في حلقه النهارده، في انتظار المباراه القادمه للنادي الاهلي واخبار من سوق الانتقالات النادي الاهلي. سلام.